دي اغلى شاورما في بورسعيد وتقريبا نفس اسعار ابن الشام. مطعم جراند شاورما، فهل يستاهل الاسعار دي ولا لا؟ سندوتش شاورما الفراخ عنده ب 100 جنيه وعند ابن الشام ب 105، يعني تقريبا سعر واحد. انا مش عارف ليه ما بيكتبوش الاسعار في الريسيت اللي بيطلع مع الدليفري، وفي مطاعم كتير بقت بتعمل الحركه دي. انا جربت الاكل من عندهم كتير، وكان ليا تعليق على فرع بورسعيد السنه اللي فاتت ان الجوده ما كانتش ثابته، بس بقالي كذا مره بطلب منهم ما كانش فيه ولا غلطه، الاكل تحفه. النهارده طلبت من فرع بورفؤاد عشان فرع بورسعيد ما عندوش الفراخ الشوايه ولا المشاوي والحاجات دي. طلبت اوردر قال لي هياخد ساعه ونص، وفعلا انا طالب الساعه 1:30، الاوردر جالي الساعه 3، يعني ساعه ونص بالظبط. المفروض التغليف عندهم مميز، بس النهارده مش احسن حاجه للسلطات بالذات. علب المخلل مش محكمه، فالميه اللي جواه وقعت وبهدلت كل حاجه، ولافين العيش مع المخلل، فده بقى شكله عامل ازاي. التوميه والطحينه والمخلل ممتازين. نروح للكول سلو بقى. الكول سلو كانت بايظه ريحه وطعم، عشان اوقات بتبقى شاكك في الطعم مثلا او شاكك في الريحه بس بيتهيأ لك، لكن دي يقينا حمضانه. فدي حاجه معموله من فتره وغالبا بايته او متسابه بره التلاجة فتره، مش كاتبين عليها تاريخ التعبئه، ودي حاجه مهمه للمطعم قبل الزبون عشان تعرف تظبط الحاجه عندك. الحاجه اللي تبات في الحاجات دي، السلطات دي، تترمي بقى تتوزع ايا كان بقى، دي مش قضيه الزبون. الحاجه دي المفروض ما تنزلش للزبون. ودي مش اول مره، انا جات لي قبل كده كول سلو حمضانه برضه، بس كانت من فرع بورسعيد السنه اللي فاتت. كنا في العيد فهنقول عشان ضغط العيد، لكن النهارده يوم عادي. المهم نروح للوجبات. اول وجبه فتة شاورما ميكس كبيره، دي ب 205، عباره عن شاورما فراخ وشاورما لحمه ولحم مصري مع رز اصفر والعيش طبعا وتوميه. التوميه في الطبق كانت كتير شويه، انا بفضلها تبقى اقل من كده، واللي عايز يزود لان انت كده ولا كده جايب توميه بره. الفراخ حلوه ونظيفه بس تتبيلتها باينه، يعني طعم التوابل فيها كتير شويه. الشاورما لحمه حلوه، والاحلى المصري، هي نفس اللحمه بس بتنزل تتقطع على الجريل، تاخد الخلطه المصري طعمها خطير. نروح للوجبه الثانيه، نص فرخه شوايه مع الرز ومعاها رغيف عيش صاج وبطاطس. الفراخ تسويتها مش مثاليه، انا بحبها تبقى دايبه ومستويه اكتر من كده وطريه. الدبوس هنا الجلد فيه بيشد، طعم التتبيله مش احسن حاجه، الصدر ناشف جاف جدا يعني، فالوجبه اقل من العاديه. السؤال هنا بقى، ليه الزبون يدفع 220 جنيه في نص فرخه شوايه وهي نفس مستوى نص فرخه اللي تتباع في اي مكان اللي هي ب 150 جنيه؟ انا عارف فرق السعر ده من قبل ما اطلب، ودافع الفرق ده عشان اخد فرق في الطعم والجوده، لكن انا ما خدتش اي ميزه في فرق السعر اللي انا دفعته ده. انا قلت قبل كده في اكتر من فيديو ان جراند شاورما افضل شاورما في بورسعيد ومن المطاعم المفضله عندي، وانا جربت عندهم الشوايه قبل كده من فرع بورفؤاد وكانت ممتازه. فواضح ان في مشكله كواليتي كنترول مستمره، فيا ريت اداره المطعم تاخد بالها من الملاحظات دي ويحلوها. بس دي كانت تجربه جراند شاورما فرع بورفؤاد. سلام.